عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ قبل كده قلنا لكم ان عدتم عدنا، ان عدتم عدنا 24 ساعة، وفي كل فيديو دايما بنقول لكم ان عدتم عدنا. طول ما انتوا مش سايبين الزمالك في حاله اكيد هنركز معاكم. بديهيات. اصل هو انت هتركز معايا وانا مش هركز معاك؟ اصل انت هتفضل تحفل عليا بسبب ومن غير سبب، وانا لما يجيلي السبب على طبق من ذهب ما حفلش عليك؟ تبقى قلة ذوق مني، ما اقدرش. فانا هقول لك على حاجه. اولا ركزوا معايا كويس جدا، ده مش اعلان مبدئي. يلا نركز مع بعض. بص بقى، دي خدعه. ايه هي الخدعه؟ ناعمه وطريه من هنا علشان تقدر تقف عليها وتحس بنعومه، ورجلك ما يحصلهاش اي خشونه. اوكي، الرجل لازم تكون مرتاحه، عشان ما دام احنا لاعبين كوره وكده، رجلنا لازم تكون مرتاحه. فلو هتركز هنا هتلاقيها طريه جدا، تكاد تكون قطشيفه. خلاص، يلا بقى نعمل السحر، نقلبها. بص كانت كده، هوب نقلب. ايه اللي بيحصل هنا؟ لو هنركز هنلاقي فيه حبيبات. ايه لازمه الحبيبات دي؟ الحبيبات دي انك لما بتحط الفرشه دي على الارض في الحمام بتمنع الانزلاق. بص معايا، بتمنع كده الانزلاق. خلاص، اذا انا استحميت، اخدت شاور، طلعت وانا مبلوله، حطيت رجلي عليها، امواس ماليه الارض كتير جدا جدا، وانا خايفه موت ان انا اقع واتعور، فهقف على دي ومعاها كذا واحده. يعني هما متقسمين كذا قطعه. خلاص، هي الواحده بتيجي فيها 3 قطع. انا جبت لك قطعه واحده عشان مش هقعد اشيل لك ال3 قطع، انا بس بديك معلومه بسيطه. هتحط رجلك عليها مش هتتزحلق اطلاقا، مانع للانزلاق. عشان كده فيها حبيبات تلزق في السيراميك. لو ده في حاله لو ارضيه الحمام بتاعتك فيها مسامير زي النادي الاهلي وفيها امواس زي النادي الاهلي. يجي بقى للاوفر بتاعنا التاني النهارده. طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان نقول لكم تعملوا ايه عشان تعرفوا تستحموا. خلاص، طيب عندك ده وعندك ده. انا بستعمل ده، سوري هداري الاسم عشان خاطر ما يقولوش اعلان. انا بستعمل عامه ده لغسيل الايدين، لكن واضح جدا في النادي الاهلي ان هما بيستخدموا الصابون العادي وبيحطوه على الحوض، فبالتالي الصابون بيقع، بيتزفلت من ايدك فبيقع على الارض، فانت بتنزل عشان تجيبه بتتزحلق وراه، بتقع على الامواس على الارض. فالحل الامثل هو دي. انا اسفه جدا قديمه شويه، عشان انا دورت والله في كراكيب البيت عشان اقدر اجيبها لك، لاني بستعمل دي اللي هي الزو. خلاص، فهتجيب دي. لو تلاحظ معايا ان فيها 3 حاجات بيمسكوا الصابونه ما بيخلوهاش تتزفلت من ايدك، وده هيحميك ان الصابونه تقع من ايديك، وبالتالي المسامير والامواس ما تعورش فيك. في حلول تانية بقى، ان احنا نجيب لهم مسكات اطفال. مسكات الاطفال دي بيمسكوا فيها وهم بيستحموا وهم طالعين، عشان يقدروا يعدوا من وسط الامواس اللي انت عاملها لهم. لان انت بتكلم ناس هبله، ما انت كده ما بتكلمش ناس عاقله، انت كده بتكلم ناس هبله. قول لي انا طالع ابرر واضحك على الجمهور بتاعي اللي هو بتاعك انت، احنا ما يخصناش. انا طالعه اضحك على الجمهور بتاعي، والجمهور بتاعي عارف ده او مش عارف ده، بس بيصدقني في اي بتنجان انا بقوله. هقول لك قشطه امين، كل واحد بيدافع عن فريقه بالشكل اللي هو عايزه والشكل اللي هو شايفه صح، لكن ما تزيدش فيها وتفتكر ان الناس عبيطه والناس هبله. وارجع وافكرك تاني ان اي مشكله في نادي الزمالك صغيره كبيره مش موجوده بتفيقوها وبتطلعوا تتكلموا عننا. فيوم ما هيتوجد عندك مشكله انا هطلع اتكلم فيها برضاك او غصب عنك، انا حره. زي ما انت مركز معانا قوي انا هركز معاك قوي، تركز معايا قليل اركز معاك قليل، تركزش معايا خالص وده المستحب مش هركز معاك خالص وده برضو المستحب. فخلينا نرجع لموضوعنا. تعالى اقول لك بقى اللي فيها. انت فاكرنا ناس عبيطه وناس هبله، كل مره هقول لك كده. ليه؟ لما انت جبت امام عاشور لحد الان اخترع كام مشكله جوه اوضه اللبس. انت بقى مش همك نفسيه لاعبيك، مش همك انه اوضه اللبس متدمره عندك واللاعبين كل يوم في مشاكل، وكل يوم المشاكل بتكبر. ليه بقى؟ لان ببساطه ده لو طفل صغير ما قلتلوش كخ على الغلط هيفضل يكخ، هيفضل كل شويه يعمل غلط، بل هيعلى اكبر. كل مره هيقول لك لا انا في المرحله دي، لا انا هعلى اكبر، هيلاقيك بتسكت، هعلى اكبر، لحد في يوم هيجي يقوم لطشك بالقلم على وشك وانت ابوه. هيعملها لانك ليه ما قلتلوش كخ. شوف كخ، لو كنت قلت له كخ كان الكخ. امام عاشور شتمك وشتم جماهيرك وشتم رئيس ناديك وشتم ناديك وشتم امه لا اله الا الله، وقال عليكم حراميه وقال عليكم بلا بلا بلا. مش عايزين نرجع للقصه دي تاني. قبلتوا وسكتوا، قلتوا اصله اعتذر وخلقتوا اعذار واوهام علشان الزملكاويه ما يشمتوش فيكم.
غلط في الشناوي ومد ايده على الشناوي اللي هو كابتن الفريق. ما كانش عندنا بيعمل كده، كان بيضرب تعظيم سلام لكابتن فريقه. لما شيكا خبطوا بالازازه او رمى الازازه عليه راح موطي وسكت وما قدرش حتى يقول شيكا مالك. ده عندنا وعندكم، اللي بتطلع بتقول ان التربيه عندكم مختلفه عندنا وعندي هربيه. فانت سكت على ضربه لكابتن الفريق بتاعك وما اتحمقتش لكابتن الفريق بتاعك علشان خاطر الزملكاويه ما يشمتوش فيك. اتريق على المدير الرياضي بتاعك اللي هو مفروض يكون ليه كل احترام وتقدير. اتريق عليه علنا قدام أمة لا إله إلا الله وضحك عليه الزملكاوية كلهم. أنا ضحكت. أنا اللي ضايقني في الجزئية دي إن هم شبهوا الموضوع بالشهر الكريم، فده خط أحمر. ولكن كتريقته هو على مدير فني كشخص مش على اسم، أضحك حقي. ما أنت سكت وانت سكت عشان الزملكاويه ما يشمتوش فيك وطلعت دافعت عنه كمان وما همكش المدير الرياضي. اذا ما همكش الشناوي وما همكش المدير الرياضي وما همكش رئيس ناديك وما همكش جمهورك، فراح داخلك على مين؟ دخلك على عمر كمال. ده غير خناقات كتير مش هنقعد ندخل فيها بقى، مش هنقعد ندخل في قصص، مش هنقعد نفصص لك كل مره، مش هقعد افكرك بمآسي حياتك. راح داخلك على عمر كمال. هل لما يوصل الموضوع انه لاعب يدي اوردر للاعب او يقعد يأنبه او يلومه او يتخانقوا مع بعض او يشد، هو اصلا مفيش لاعب ليه سلطه على لاعب اخر ان هو يقعد يقول له انت اللي تعمل وتعمل وتعمل الا الكابتن يا جماعه الاكبر الاحترام بالتدريج خلاص. فيوصل ان عمر كمال يبقى لاعب عندي ويروح يمسك الازاز كده ويقوم ضربه بيه من كتر ما هو الواد من غلاوي مش طايق، عايز يطلع الغل اللي جواه من ناحيه الشخص ده، وقام ضارب الازاز بايده يقطع شرايينه. واسكت واقول اصل الارض اتزحلقت. الارض اتزحلقت دي انا اعرف ان ايدي هتتكسر، رقبتي تتكسر، اتلوي، يحصل لي جزع، انزلاق، لكن اقطع شريان؟ هو السكينه انا احطها على الارض ورفع السن بتاعها كده بحيث لما اقع تقطع لي الشريان؟ هو انتوا بتكلموا ناس هبله؟ ما هو انت عايز تدافع عنه، عايز تصلح شكل امام وحش، بس مش الناس مش عبيطه والناس مش هبله فما تستهبلهاش. عندك واحد زي قفشه اللي كنتوا طالعين بيه السما، وللعلم للي مش عارف واللي مش عايز يعرف انه جماهير نادي الزمالك بتحب قفشه جدا. فانت اعمل مهما تعمل، قول اسمه ما هتقول، بالعكس احنا قفشه بنحترمه، انسان طيب وغلبان حقيقي حقيقي. مجرد ما قفشه طلع لقاء لو تفتكروا مع اللهم صل سيدنا محمد ابراهيم فايق، الدنيا قامت وما عادتش عشان خاطر الواد عفوي وقال كلمتين بعفويه، يعني مش مقدرين ان الواد عفوي، ولا اصل اتمرن لوحدك، لا اصل هينزل عليك غرامه، لا اصل لا فصل. وهو انتوا كلكم عارفين ان هو شخص على نياته غلبان فوق الوصف، ولكن يجي امام عاشور يعمل فيك مهما هيعمل وانت قابل. ليه؟ علشان الزملكاويه ما يشمتوش فينا. اذا انا شمتي مخليه اوضه اللبس عندك، او انا بمعنى اصح عامله لك بعبع، فما تنكرش ده. انا جبت لك كل الاثباتات اللي يخليني اقول انه احنا عاملين لك بعبع مبوظ لك اوضه اللبس. احنا بسببنا اوضه لبسك بايظه، لعيبتك وصل بيهم الحال لقطع شرايين. انت عارف انت واصل فين؟ انت عارف انت واصل لانهي مرحله؟ انا مش عايزه اقول يا سعدي وهنيه، لان في الطبيعي هفرح وده بجد. انا فرحانه طبعا ان انت عندك خلل، ولكن ازعل على واحد زي عمر كمال كشخص مش كلاعب بينتمي النادي. ايه ان ولد يوصل بيه الحال من كتر الضغط ومن كتر الكتمه اللي جواه انه مش عارف يرد، بدل ما يكسر وش الشخص اللي اتخانق معاه يقوم خابط دماغه في ايده في الازاز يقطع له شريان. وانتوا جمهور عمالين تقولوا احنا جمهور وده حماه. حميتوا مين من اللاعبين؟ حميتوا كابتن فريقكم؟ لا ما حميتوش عشان الزملكاويه ما يشمتوش فيكم. حميتوا المدير الرياضي بتاعكم؟ لا علشان الزملكاويه ما يشمتوش فيكم. حميتوا اللاعب اللي شرايينه اتقطعت وساندتوه؟ لا علشان الزملكاويه ما يشمتوش فيكم. انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي مش قادرين تواجهوا الواقع انه مفيش حاجه اسمها اصله ما كانش متربي عندكم واحنا لما نجيبه هنربيه؟ لانه حتى الان احنا ما شفناش اي تربيه للولد ده، احنا ما شفناش اي حاجه، بل بالعكس لو هتركز هتلاقي عندنا، هاتلي مشكله واحده عملها امام عاشور دمرت اوضه اللبس عندي. هاتلي اي مشكله مع كابتن الفريق، هاتهولي وهو بيشتم جمهورنا، هاتهولي وهو بيغلط في شيكا، هاتهولي وهو بيغلط في المدير الرياضي، هاتهولي وهو بيغلط في رئيس النادي، هاتهولي وهو بيعمل خناقه في اوضه اللبس تستدعي ان اي واحد من اللعيبه اللي موجودين يخبط ايده
في الازاز هتقولي هو بيعمل كده مش هتلاقيه. اذا بعد اذنك ما اسمعش يعني نفسك. شوف انا بقولك بعد اذنك ما اسمعش نفسك تاني تقول اصله ما كانش متربي عندكم وهو اتربى عندنا واحنا هنعرف نربيه. كون ان انت بتقول هو اعتذر على شتمته لوالدتك وشتمته لاهلك، دي بتاعتك، انت حر، اقبل الاعتذار، بتاعتك مش بتاعتي خالص. انت مش حابب انت حابب تقبل اعتذاره بتاعتك. انا لو مكانك مش هقبل اعتذاره، ولكن في ناس غيري تقبل، هم حرين، انا هغصب عليهم؟ كل واحد حريته وقناعته الشخصيه. ولكن انا من وجهه نظري ان لما واحد هيغلط في والدتي وانا قبلت اعتذاره مثلا، لو غلط غلطه تانية بالنسبه لي مع السلامه، مع اني اصلا مش هقبل ان هو يغلط في والدتي، لان والدتي اللي خلفتني وربتني وكبرتني خط احمر بالنسبه لي، انا خط احمر. انت بالنسبه لك موافق، اوكي، قناعاتك، مش معترض اطلاقا. ولكن لما الاقي ان والدتي وكابتن فريقي واللعيب وواحد اتقطع شريانه وسهر وسفر ويشتم المدير الرياضي ويتريق على الشهر الكريم، واقول هسكت واحط في قلبي ورده وابوسه علشان خاطر الاهلاويه ما يشمتوش فيا، انا اسفه جدا، انا اسفه جدا. انا ساعتها لا هيهمني اهلاويه ولا بتنجانيه ولا محلويه ولا غزلويه ولا لا. سوري. ندخل على النقطه اللي بعدها. مش هنتكلم كتير بقى عن ماتش امبارح، ولكن هنتكلم يا دوبك في نقطتين. اول نقطه هي فكره امين عمر. امين عمر اللي مش امين عمر اللي لينا ضربه جزاء وتغاضى عنها. طيب لحد امتى بقى السؤال ده لمجلس الاداره؟ لحد امتى انا هفضل كل مره عارفه انه في حكم داخل عشان يظلمني ظلم باين قدام لا اله الا امه لا اله الا الله واسكت؟ هل مفيش اي اجراء يتاخد؟ هل مفيش اي شكوى تتاخد؟ ولا انا بستفيد ايه؟ انه انا ابقى شايفه ان انا ليا ضربه جزاء بعيني، شايفه ان هي ليا استحق ضربه جزاء، وبعد كده يطلع المحللين والخبراء التحكيميين وخلافه ويطلعوا يقولوا لي فعلا نادي الزمالك يستحق ضربه جزاء يا جماعه. وبعد ما قالوا لي ان انا استحق ضربه جزاء، الموضوع ده مش بيحصل معانا بس، الموضوع بيحصل مع عندنا كتير بخلاف الاهلي. مالكش دعوه بالاهلي لان كده كده الحكم لو الاهلي ما شاطش هو هيشوطها له. اللهم صل سيدنا محمد. الموضوع ده بيعاني منه انديه كتير جدا ويعاليهم نادي الزمالك، هو الاساس بيحصل مع الحوار ده. فلحد امتى هنفضل نشوف ان احنا نستحق ضربات جزاء وبنتظلم في الملعب كتير جدا، وبعد ما نخلص الماتش يطلع لنا الخبراء التحكيميين يقروا بده ويقول لك فعلا يستحق؟ طب هل بعد ما الخبراء التحكيميين دول يقولوا يستحقوا ضربه جزاء او يستحقوا 1 2 3 ايه الاجراء؟ انا استفدت ايه بان المحللين طلعوا قالوا لي فعلا انت تستحقي؟ انا عارفه ان انا استحق، ولكن ايه الحل؟ انا ما بحبش افضل اولول انه انا استحق، انا ايه الحل؟ هل هفضل كده على طول؟ ما انا لو انا بسكت مره واثنين وثلاثه، وده قلناها مليون مره، لما بنسكت مره واثنين وثلاثه عن الظلم التحكيمي هيبقى من سيء الى اسوأ. اذا لحد امتى هفضل اتغاضى واقول خلاص مش مشكله، خلاص مش عارف ايه، نرضى بالامن الواقع ونرضى بالنتيجه؟ لا، مفيش حاجه اسمها ارضى بالواقع وارضى بالنتيجه، سواء ليا او عليا، سواء ليا او عليا. لو ماليش ما استحقش شكرا، بس ما استحقش فعلا. لكن لو استحق يبقى استحق، يبقى في حل. فايه الحل؟ اتمنى مجلس الاداره يبحث في الموضوع ده كويس جدا ويركز فيه، لان السكات عنه هيدمرنا كتير، هيدمرنا كتير. هو اوريدي دمرنا، ولكن اللي جاي هيبقى اسوأ. فمفيش حاجه اسمها ابقى ناوي ان انا اجيب بطولات وناوي اجيب صفقات وبظبط المدير الفني بتاعي وبتغاضى عن فكره ان انا اخد اجراء عن الظلم التحكيمي. انا لما اخد اجراء واوريهم العين الحمراء، ساعتها الحكم ايا كان هو مين هيبقى نازل وعارف ان هو نازل يأدي واجبه على اكمل وجه. مفيش مجال للتلاعب، مفيش مجال للمزاج، مفيش مجال ان انا احكم بمزاجي واللي مناسب بالنسبه لي اعديه واللي مش مناسب بالنسبه لي ما اعديهوش، والفريق اللي ما احبوش اظلمه والفريق اللي احبه اديله. لا، هيبقى عارف ان هو نازل يحقق بقى العدل الحقيقي والتحكيم الحقيقي. لكن طول ما انا مش موريهم عين حمراء، ما اطلعش اولول وما اطلعش اعيط وما اطلعش اقول ده احنا اتظلمنا من الحكم. ليه؟ لانك انت ما بتاخدش اجراء ولا بتوري حد العين الحمراء اذا انت تستاهل. فاتمنى مجلس الاداره يركز كويس جدا في النقطه اللي اتكلمنا فيها دي. ندخل بقى على النقطه الاخيره اللي بعدها، عن فكره ان اول ماتش لجروس اغلب جماهير نادي الزمالك، او خلينا نقول مش اغلبهم برضو علشان خاطر ما اظلمش حد، ولكن جزء من جماهير نادي الزمالك طلع واعترض على جروس وطلع على التشكيل وخلافه. طيب يا شباب، لسه اول مباراه،
فاحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، واحد ما يعرفش مين اللي موجود عندك في الفريق اصلا، جه من الدار للنار، فما ينفعش ان احنا نلوم على جروس او نشيله مسؤوليه وهو لسه في البدايه. قلنا قبل كده جرعه تفاؤل، جرعه تفاؤل، نتفائل ولكن ندي للمدير الفني ده علشان يحقق لي احسن نتائج الحاجات اللي هو محتاجها. ايه الحاجات اللي هو محتاجها دي؟ الصفقات. تاني وتالت وعاشر بطالب ان جماهير نادي الزمالك ما توقفش كلام عن مساله الصفقات. مجلس الاداره كده كده عارف ان هو عايز صفقات، والمدير الفني عارف ان هو ايه الاحتياجات اللي موجوده عنده، واحنا كلنا عارفين ان المدير الفني ده بالذات لو لقى اي لاعب ما يجيش منه هيستغني عنه بمنتهى السهوله، واعتقد ان مجلس الاداره المره دي مش هيقدر يقول له لا. ولكن لما هما الاثنين عارفين الصفقات اللي محتاجينها، ايه الحركه اللي المفروض تحصل؟ كلنا عارفين، او النقطه اللي احنا لازم نركز عليها انه انا عندي بطء في مجلس الاداره في اتخاذ بعض القرارات، وعشان كده بنقول لجمهور نادي الزمالك انت الصوت. طول ما انتوا بتتكلموا عن الموضوع، طول ما احنا 24 ساعه بنتكلم، سواء فيديوز سواء بوست سواء لايف سواء كل واحد وطريقته وكل واحد وامكانياته، الصوت هيوصل اسرع. ساعتها مجلس الاداره هيلاقي انه عليه ضغط انه انجز انجز انجز. مش بقول لك اضغط ان انت تروح تغلط في مجلس الاداره لان ده غلط، خلاص خلينا واقعيين. عايزين ننتقد باحترام ونتناقش باحترام، وده جميل، وده مش هقوله لجمهور نادي الزمالك لانه هو واعي وعارف كويس جدا جدا النقطه دي، ولكن بننبه بس على بعض الناس. نطلع نتكلم انه احنا محتاجين صفقات. ليه؟ علشان المجلس يبدا يتسرع، ما تبقاش الحركه بطيئه. فهو ده اللي مطلوبه من مجلس اداره نادي الزمالك، وهو ده اللي بطلبه من جمهور نادي الزمالك الحبيب والأقرب إلى قلبي. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.